حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة هنعمل اول حاجة معانا الكحك. انا معايا هنا 2 كيلو من الدقيق. احنا بنروح عند العطار، عند بتاع مستلزمات الحلواني، بنقول له احنا هنعمل كمية كذا وهو بيدينا المقادير. هو كان مديني الباكوين دول لل2 كيلو، لكن انا حطيت باكو واحد بس علشان خاطر النقشة بتاعتي ما تروحش بعد التسوية، ومع ذلك راحت. فانتوا حاولوا ما تكتروش، هي معلقة صغيرة جدا على كل كيلو. وبرضو تحطوا نص معلقة، دي رشة ملح، وتحطوا برضو من الخميرة حبة صغيرين. وهنا معايا السمسم بتاعي متحمص. وهنا معايا لكل كيلو لبن بحط معلقة لبن نيدو، لبن بودر. تمام. وهنزل كمان بسكر. انا حطيت 5 معالق سكر، وحطيت معلقتين مع الخميره عشان يبقى مسكر كده وحلو. طبعا انا عامله 2 كيلو. انا من النوع اللي بحب امسك الكحكايه كده من غير سكر ومن غير حاجه ساده كده، بحب اكلها. ومعايا هنا ريحه الكحك. هو طبعا كان مديني الكميه دي، وكمان كان مديني اللي هي السايله دي. الاتنين تحفه بصراحه، كان طعمهم حلو قوي. هبتدي بقى ايه. وهنا دي معايا قصنص السمنه البلدي، لو انت مش عاملاه بسمنه بلدي ممكن تحطي القصنص السمنه البلدي. طبعا هي ما بتعملش حاجه، بس هو ايه، عادي يعني، مش مشكله. ودي الخميره، يا ريت ما تكتروش منها عشان فعلا بتضيع النقشه دي، حقيقي. دي حقيقي، وانا ما كنتش عارفه هي بتاع يعني الكحك بتاعي النقشه بتاعته بتروح ليه، لكن انا فعلا عرفت. انت تحطوا نص معلقه على الكيلو. هقلبهم وهسيبهم يخمروا. هقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، وفي نفس الوقت انا بقدح سمنة على النار. يعني انا كده دلوقتي بقدح سمنة على النار. وزن السمنة قد ايه؟ وزن السمنة نص كيلو و50 جرام لكل كيلو. يعني انا بزود، يعني هو الوزن المقدار الحقيقي نص كيلو، بس انا بحاول احط 50%، يعني 50 جرام كده ايه زيادة عشان يبقى ناعم معي. زي ما احنا شايفين كده السمنة بتنزل على الدقيق، بتعمل اللي هي التش دي، لاني انا قدحاها جدا. القدحة دي ليه؟ القدحة دي علشان خاطر بتخلي الدقيق معايا يتحمص وما يبقاش طعمه وانا باكل الكحكاية كده دقيق. هبتدي انزل بقى بس واحدة واحدة، وخلي بالك من نفسك عشان المرحلة دي صعبة جدا، وياريت ما يكونش جنبك اولاد عشان ما يطرطش عليهم. هبتدي انزل بالسمنه واحده بواحده كده، وافضل اتوهها كده في الدقيق. ولازم تستخدمي حاجه معدن مش بلاستيك، لان زي ما احنا شايفين السمنه اجارك الله بتغلي، فطبعا مش هينفع ان احنا نعملها في حاجه بلاستيك. سمي كده طول ما انت بتعملي كده، وتشهدي على الحاجه اللي انت بتعمليها، واذكري الله طول ما انت شغاله كده عشان حاجتك ان شاء الله تطلع حلو. هنحاول بقى بالمعلقه، لان طبعا مش هتعرفي تمسكيها دلوقتي خالص. تتوهي السمنه في قلب العجين، لازم تتوهي السمنه في قلب العجين. ولو بوتجازك مش حلو يا ريت تسوي بره، لان فعلا انا بوتجازي معقدني، سواء عملته او ما عملتوش، ربنا يرحمنا برحمته. بس انا للاسف مفيش اي فرن هنا جنبي، همشي كتير عشان خاطر اودي الفرن. بس النصيحة عشان ما تهدريش التكلفة دي كلها، فحرام يعني. بص العجينة حلوة ازاي معايا، ونفضل بقى نبس كده، نفضل نبس. دي بقى اللي بتخلي الكحكايه معايا ناعمه. الطريقه دي طبعا هي سخنه، انا مش عارفه اعمل اكتر من كده. ده اللي بس بصوا ايديا من كتر سخونيه السمنه عامله ازاي. نحاول نبس كده على قد ما تقدري لحد ما تحسي ان العجينه نعمت معاكي خالص. كانت جميله بصراحه، وطعم الكحكايه تحفه.
بس هو بصراحة اللي مش عاجبني التسوية اهو. نفضل بقى نعمل كده، ده اسمه البس. تفضلي تبسيها كده على ايديكي لحد ما تحسي ان العجينة نعمت معاكي خالص. هو ده البس بتاع العجين. زي ما احنا شايفين كده لحد ما تنعم معايا، والدقيقة او العجينة تحس ان هي اتشربت من السمنة. العجين الدقيق اللي معايا ده بصراحة شرب سوائل كتيرة قوي، لكن انتي ممكن الدقيق بتاعك ما يشربش سوائل كتير. يعني انا خدت زي 2.5 كوباية لبن على مية. بصوا الخميرة. في المرحلة دي بقى لما ننزل بالسوائل نحاول ان احنا ما نعجنش، يا دوبك نشرب بس العجينة من السوائل وما نعجنش، نلم بس اللم كده، علشان خاطر طبعا دي انواع البسكوتات والكحك والحاجات دي ما بتحبش العجن الكتير لانها بتعضم بعد كده. دي قشطة واحدة واحدة كده، واحنا ما خمرناش يا جماعة، يعني احنا يا دوبك عملنا الاشكال بتاعته وما خمرناش. زي ما احنا شايفين كده، كل ما احط له سوائل احس ان هو بيشرب في السوائل وعايز سوائل تاني. كل شوية اعمل تيست عشان اشوف العجينة بتاعتي ظبطت معايا ولا لا. فبحس ان هي بتشقق، لو شققت منك تبقى عايزة سوائل، فنزلت تاني بلبن. احنا بننزل بلبن ومية علشان خاطر ما يبقاش ناشف معاكي وما يبقاش ناعم معاكي النعومية الزيادة عن اللزوم. هفضل اظبط في العجينة بتاعتي لحد ما احس ان هي خلاص كده استكفت. كده بقى هنعمل تيست للعجينة، واول ما احس ان هي مش بتشقق فهي خلاص كده هي تمام. هلم العجينة معايا واغطيها بكيس بلاستيك او مشمع عشان خاطر ما تبرد، يعني ما تنشفش معايا. هبتدي بقى ان احنا نعمل ايه، ان احنا نشكل الكحكاية معايا. دي كحكاية محشية، هتنقشي بالمنقاش، هتنقشي بالقالب، الطريقة اللي تحبيها انقشيها، عايزاه صغير عايزاه كبير فبراحتك. طبعا فريدة بقى كانت معايا وكانت بتنقش، فبصراحة بهدلت لي الدنيا خالص، بس مش مهم عشان خاطر تفرح وتبقى مبسوطة. بصوا شكل الكحكاية جميل ازاي. زي ما احنا شايفين كده انا ببطط العجينة معايا وبفرد الحشوة اللي هحشيها اهو. العجمية كان طعمها تحفة، بس ما تخلوش الاطفال هي اللي تحشيها لان طبعا مش هتعرف تظبط الحشو جواها، ففضت مني في التسوية. وزي ما احنا شايفين كده نخلي العجينة على قد القارب، ما تخليهاش كبيرة، ولو زيادة شيليها، ونحاول نداري الحشوة جوه العجينة ما تبانش عشان خاطر ما تتحرقش مننا. بصوا النقشة جميلة ازاي قبل التسوية، بعد التسوية ما كانتش باينة خالص، انا مش عارفة ليه او ايه السبب. زي ما بقول لكم حاولوا بصوا النقشة جميلة ازاي، ما اعرفش ليه ما بقتش باينه بعد التسويه. جايز يمكن من اننا احنا زودنا الخميره، فاحنا زي عشان كده بقول لكم ان احنا ايه نقلل من الكميه. اهو شايفين التسويه جميله ازاي، بس طبعا انا ما كنتش عايزاه كده، انا كنت عايزاه لون وردي، بس انا عندي الفرن مش عارفه يعني، ما يا اما اطلعه ابيض كده يا اما اطلعه محروق كده، ف
دي بقى الكحكايه بتاعتي بعد ما دهنتها سكر. كنت عايزه اوريكم التسويه من تحت بس السكر وقع. كل سنه وانتم طيبين، اعملوه فرحوا ولادكم ان شاء الله حتى بنص كيلو دقيق، ان شاء الله هيعجبكم وينول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.